كم مره حصل لك الموقف ده؟ قعدتي تدوري على حاجتك ومش لاقي اي حاجه في الشنطه. تعالي النهارده اوريكي ازاي تنظمي شنطه ايدك وتلاقي كل حاجه في ثانيه. بيسموا شنط البنات مغاره علي بابا، واحنا دايما بنحب نخرج معانا كل حاجتنا. بس المشكله لما بندور على اي حاجه ممكن نقعد كتير جدا على ما نلاقيها، وساعات في حاجات بتفضل في الشنطه بجد بالسنين بنبقى بندور عليها ومش لاقيينها. تعالوا بقى اقول لكم ازاي تنظمي شنطه ايدك وتلاقي كل حاجه. مش بس كده، الناس اللي مش بتحب تغير الشنطه عشان ما تقعدش تنقل حاجاتها من هنا لهنا وتضيع، هتنقلي بعد كده حاجتك بكل سهوله، لان مش هتبقى الاساس هي الشنطه. تعالوا اقول لكم ازاي. كل اللي انت محتاجاه انك هتحتاجي مجموعه من الكلاتشز الصغيره دي باحجام مختلفه على حسب احتياجاتك، ودول موجودين في كل حته، وممكن تجيبيهم الوان زي بعض او تجيبيهم حتى حاجات مختلفه لو انت بتحبي الالوان. وفي منهم كمان بيكونوا سوفينيرز من بلاد بتروحيها، وفي منهم احجام بتكون صغيره، وفي منهم كمان بالتريكو. بعد ما قلبت كل الشنطه تعالوا بقى اقول لكم انا ازاي هنظمها. اول حاجه هبدا اجمع كل الحاجات اللي زي بعض جنب بعض، يعني مثلا كل الميك اب جنب بعض، الحاجات اللي ليها علاقه النوت بوكس وكده جنب بعض، الكحل مع بعضه. لو لقيت بقى اسلاك بالشكل ده، دي اكتر حاجه بتبوظ الاسلاك وكمان بتخليها انها تتكسر بسرعه وتبوظ منك. دايما لو عندك اي شاحن هتاخديه معاكي لازم تعمليه بالشكل ده، ودول بيبقوا اساسك بيتباعوا في كل المحلات حتى ب 2 جنيه ونص، بيبقوا باك مليانه كتير جدا بحوالي 20 جنيه او 10 جنيه، فهم رخاص جدا وهتستفيدي منهم في البيت كله مش بس في شنطتك. اكتر حاجه بنلاقيها في الشنط هي الريسيتات والورق. لو الريسيتس دي مهمه بالنسبه لك، دايما خلي معاكي كلاتش صغيره تكون بس للريسيتس، ودي هتفيدك جدا انك عمرك ما هتضيعي ريسيت. وبعد تقريبا اسبوعين لشهر ارجعي ليهم وشوفي اللي محتاجاه واللي مش محتاجاه ارميه. كده دي اول كلاتش معانا. دايما لو انت بتستخدمي نظاره نظر او شمس لازم تحطيها جوه جراب، لان انت كده بتعرضيها انها تتخدش، ومش بس كده كمان بتبوظ بسرعه وكمان بتضيع. دي ريسيت خلاص انا مش عايزاها، هشيلها على جنب. لو هتاخدي معاكي ميك اب افضل دايما انك تستخدمي الحاجات الصغيره اللي هي بتبقى ترافل سايز، زي مثلا ده، او زي مثلا ده بتاع البرفيوم اللي هو بنحط فيه البرفيوم، وبعد كده بتبقى البرفيوم اللي انت بتحبيها بس بحجم صغير. كمان من الحاجات اللي انا بحبها جدا ان انا اعمل كلاتش لواحده خاصه بالفكه، لان كتير جدا بنحتاج الفكه وبنتزنق فيها وبنبقى قاعدين بندور في محفظتنا وفي الشنطه وفي قعر الشنطه، فانا هعمل دي بس لكل الكوينز وكل الحاجات الفكه الموجوده في الشنطه. فدي كده خلاص بتاعه الفكه، دي بتاعه الريسيتس، دي النضاره هبدا ان انا احطهم في شنطتي. وبعد كده هبدا بقى اعمل الكلاتش اللي استجدت علينا الفتره دي، وهي كلاتش بتاعه الكمامه والكحول، ولو عندك وايبس او لو عندك مناديل بتحبي تستخدميها، وممكن احط كمان الهاند جel في الشنطه دي. ودول كده بتبقى الشنطه بتاعه الحاجات اللي هي الهيجين او الحاجات اللي انا بستخدمها لصحتي. هنيجي بعد كده لحاجه مهمه جدا. بصوا انا لقيت كام قلم يا جماعه، يعني بصوا في الشنطه اللي انا محضراها دي 4 اقلام كلهم نفس الموضوع. والاقلام بقى دي خطيره جدا لانها ممكن جدا في اي وقت تطلع الحبر بتاعها، ودي اسوأ حاجه بتحصل في الشنطه. فدايما الاقلام بالذات لازم اكون مخصصه لها كلاتش، وافضل كمان ان الكلاتش بتاعتها تكون من جوه ووتر بروف، مش القماش اللي هم زي دول، لانها لو جه حبر على دي هيطلع برده على الشنطه عادي جدا. فلازم تكون الكلاتش بتاعتها ليها مواصفات معينه. هشوف انا محتاجه كام قلم وهحطه في الكلاتش بتاعت الاقلام بتاعتي. تعالوا بقى نعمل الكلاتش اللي هي مهمه جدا لكل حد فينا، وهي كلاتش بتاعت الالكترونيكس. بصوا هنحط السماعات، هنحط الباور بانك، وهنحط كمان الشاحن بتاعنا، وانت بتستخدمي اي حاجه تانية كمان ممكن تحطيهم معاها، ودي تبقى كده الشنطه بتاعه اي حاجه من الالكترونيات اللي انت بتستخدميها. لو انت بتستخدمي شنط صغيره انصحك جدا بفكره حافظه الكروت دي اللي بدات تنتشر جدا دلوقتي، وهي بصراحه عمليه جدا ان احنا ما نستخدمش المحافظ الكبيره اللي بتبقى بالكي قوي، واحنا عاده كبنات بنقوم مالينها على اخرها. بنستخدم حافظه الكروت دي وبنستخدم كلاتش تانية صغيره للفلوس. طبعا حريتك الشخصيه انك تقسمي الشنط زي ما انت عايزه، ممكن تحطي حاجات مع بعض. انا مثلا الدبوس ده هحطه مع شنطه الفكه لاني دايما بحتاجه، ودايما بحب ان هو يبقى معايا دبوس احتياطي. هنبدا بقى نرجع كل حاجه مكانها تاني في الشنطه. هتلاقوا ان الشنطه خدت حاجات كتير جدا، مش بس كده كمان شكلها منظم وما بقتش دوشه زي الاول، وكمان بقيت خلاص عارفه اشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه والحاجات اللي ليها لازمه. نيجي بقى لاصعب حاجه وهي المفاتيح اللي بنقعد ساعات ندور عليها، مفتاح العربيه مفتاح البيت، وانا خدته ما خدتوش، انا مش فاكره ومش لاقياه. انا لقيت طريقتين والطريقتين بصراحه مريحين جدا بالنسبه لي. لو شنطتك ليها ايد بالشكل ده، ممكن جدا بالهوك اللي هو الاسود ده اللي بقى بيتباع في كل حته دلوقتي تشبكي المفاتيح بس لجوه مش لبره، عشان طبعا مفيش اي حد يشدها او حاجه، وتبقي مدلدله المفاتيح كده في الشنطه من بره.
طيب لو انت مش حاسه بده بالامان، لان في ناس كتير بتحس ان ده مش امان برضو، ممكن جدا ان احنا نحط اي كلاتش زي بتاعه الريسيتس اللي احنا استخدمناها، هنفتحها وهنحط جواها المفاتيح وتبقي عارفه مكان المفتاح فين وترجعيه دايما في مكانه. لو انت بقى بتحبي تمسكي الشنط الكراس والصغيره اللي هي طالعه موضه، نفس الطريقه برضو هنستخدمها، وممكن كمان نستخدم الجيوب اللي في الشنطه بديل للكلاتش اللي احنا هنقسم فيها الحاجات بتاعتنا. دول مثلا حجمهم صغير جدا وبيتماشى جدا مع الحجم الشنط الصغيره، وبرضو هيساعدك انك تلاقي الحاجه بسهوله. ونصيحه بقى مني في الحاله دي، حاولي دايما وانت بتشتري حاجتك اللي هتاخديها معاكي بره تكون حاجتك صغيره على قد ما تقدري. الطريقه دي مش بس هتساعد انك تلاقي كل حاجه في شنطتك، لا كمان دي هتسهل عليكي وانت خارجه انك تستخدمي كل الشنط بتاعتك، لانك مش محتاجه تعملي حاجه غير انك بس ايه الحاجات اللي انت محتاجاها في الشنطه على حسب الخروجه. قولوا لي بقى ايه اهم حاجات بتحطوها في شنطتكم؟